شوفوا معايا واش نخدم بالمغرف. كيما يقول المثل الناس مقيله وانا كيلعب تروس القايله. واش غنقول لكم واش غندير لكم؟ المهم ما جانيش النوم، قلت خليني نخترع في هذا الاختراع. رحت جبت المغرف من المغارف تاع يما وكانت في قليل دير فيا حاله. رحت الجهه وين كاين القرعه والزنق والبياد نتاع الماء اللي نحجروا فيهم تاع الغسيل برك، جبت هذا الطاس ودير القرعه تاع الماء تاع الكازوز. المهم القرعه تكون في الدار حجروا فيها الماء وخلوا. المهم الوقت ما تروح العين تلقاو الماء. شريت 2 كيلو بلاط تاع البلاط الجير ولا البلاط ماشي الجير وحده البلاط وحده 2000 ديال الكيلو. شريت 2 كيلو. وهنا رحت هذيك السله الاسطوريه ولا تاع الدون اللي معمره بلي جوطا بلي طباصه لي كوبلي. المهم اللي لقيت خلاص انا بديت الكوبلي جبت هذاك كبير شويه اللي جوطا تاع الطبسي اللي يكون غامق شويه باش يخرج يقالب شباب. وانا كانت عندي القله طارت يدها ما حبيتش نرميها حطيتها عند الشجره خليتها كشغل ديكور. هاي جات ساعتها باش نخدمها ديكور تاع الصح. المهم غسلتها شويه تاع نحيت هذاك الطين اللي فيها والتراب اللي كان فيها كنت نسقي هذيك النبته. رحت رجعتها للمجموعه الصوتيه تاعها وخليتهم مع المجموعه. او لا لا او لا لا. جبت الكوبلي هذا باش نخلط فيه لاتاي تاعي نحطو بجيه ونروح نحي قصبه من القصبات يعني مرسو قصبه راكم تشوفوا هذه النبته باش نخلط بها ونروح. رحت للخرده وين الصندوق تاع الخرده الكلالب والبالونات جبت الكلاب هذا باش نعوج به المغرف تاعي. رايحين في الاخر تفهموا واش راح ندير بهذا المغرف. المهم عوجوا لها الراس تاعها كيما هكذا. دوك انتم هنا شوف نعطيكم الفكره هذه تقدروا ديروها كمشروع وتخدموا بها الله يبارك راح تجيب لكم يعني فايده ما شاء الله. وكذلك اذا خدمتوا راسكم مليح راح تخدموا عده اشكال بغير بنفس الطريقه اللي خدمت بها انايا. ومهم هنا لازمكم تخدموا راسكم. شوفوا المغرب كيفاش خدمتها هنا باش توقف ولا باش كيما نقولوا حنا تولي عندها قاعده في هذيك الطبسي باش تشد روحها ما تميل لا هكذا لا هكذا. هنا جبت 2 كوبلي باش نخدم واحد الصحن ولا كيما نقولوا حنا قاعده باش ندير فيه الشمع. يعني لقيت الكوبلي باللي خفيف رحت لبرا عند الجيران لقيت عندهم الرمل الكرافي هذا عجبني. جبت شويه الكوبلي زدت عاودت عمرت شويه في يدي قلت خلي باش نثقل به ولا نركز به ولا تكون عندي قوه كبيره في هذاك الصحن تاعي ولا هذا الشكل الهندسي اللي احنا نخدمه. المهم جبت هيك الطاس عمرت شويه اللي الجير داخل شويه ديال البلاط راكم تشوفوا احنا نعرفوا البلاط باللي بالخف ينشف. تقدروا ديروا له سيما الامريكا ولا سموه اللي ولا سيما ولا بلاط ماشي بلاط امريكا. المهم لوندوي ولا ما ديروا خلاص. المهم ديروا بلاط وصاي حاجه سهله معنا وخلاص. بالخف عمرت الكوبلي هذاك والكوبلي باش نثقبوا لداخل باش ندير فيه شغل ثقب لداخل بالكوبلي تاعو يعني بنفسه. هنا لقيت الكوبلي بلي ثقيل بزاف كان نديرو يفيض لي هذاك الجير برا. عاودت نقصت له شويه تاع الكرافي عاودت حطيته فوق خوه باش نتحصلوا على هذيك الحفره اللي تجي في الوسط. دوك من بعد تفهموا كل شيء كيفاش كاين. ما نزلوش الجير منه ملي باش تجيني مهم تساوي. نحطو في السمش باش ينشف بالخف. كما نعرفوا حنا الجير بالخف يتيري. ماذا بكم ما ديروش يابس باش ما يبسكمش بالخف وما ديروش جاري بزاف باش ما يطولكمش باش ينشف. واش غندير حطيته هنا في السمش ورجليته مليح وخليته ينشف. راح نروحوا دوك العمليه تاعنا الثانيه. جبت الطاس زدت فيه شويه تاع الجير ورايحين نحطوا هذاك الجير في وسط الصحن تاعي تاع البلاستيك بالجوطه هذاك راكم تشوفوا فيه ونحط هذيك القله على اليد تاعها المكسره باش ما تبانش بلي مكسره ونزيدوا المغرف نحطوها يعني متكيه على القله تاعنا. يعني دوك انتم هنايا ديروا كما تبغوا انتم ولا شكلوا على المخ تاعكم على مزاجكم كما قال المصري على مزاجك. مهم هنا باش تخلوا الارتفاع بين المغرف والسطح نتاع البلاط نتاعنا. وراح نزيد نخلص شويه تاع الجير ولا شويه تاع البلاط والاسمنت الابيض. الاسمنت الابيض كي باش باللغه العربيه نورمالمون. وراكم تشوفوا هنايا راني نحط ونزيد نسيمن مليح باش نلصق لي كما راكم تلاحظوا. ندخلها في الاطراف تاعها معليش نقول لها توسخت شويه بصح من بعد راح نمسحها ورايحين تشوفوا الطريقه كيفاش نسبخها وكيفاش تولي. ورايحين يعجبكم هذا المشروع ولا هذه الفكره يعني تزينوا بها حتى دياركم باقل تكلفه. يعني اي خرده في داركم مكسره تخدموا بها. هنا بعد ما مسحت الطابله تاعي ونقيتها مليح من ذاك الجير والخلطه اللي كانت تماك فوق منه كامل. واش راح ندير سنيت وقيله ربع ساعه هكذاك حتى تيرات مليح. يعني هنا واش غنقول لكم تشوفوا كيفاش تيرات تخرج على شكل نتاع الطبسي. مازلنا نبونسيها بشويه بابي فير. وهنا راح نجيب لك القالب اللي خدمناه تاع الكاس اللي تشوف فيه رميت هذيك الحجر فوق النوار. ومن بعد نحيو لا نديموليو
هذاك الجطه بتاعنا من الحيط الاول والحيط الوسطاني. شوفوا كيفاش خرجت داخل حفره ما شاء الله، وخرجت ديجا خرجت مزوقه بشكل القهوه. شوفوا كيفاش الديكور الله يبارك. هنا باش نديرها تحت المغرف جاتني شويه عاليه بزاف. واش راح ندير؟ رايحين نزيد نقطعها ولا نقصها ما بيد، راهي خضراء يعني مازال ما نشفتش. يعني جبت المستعي وبديت ندور عليها. شوفوا الشكل تاعها ونبدا ندور، حطها في الطابله وبديت رايح جاي رايح جاي، يعني بالخف تقطعت وجاتني هايله. هنا واش راح ندير؟ راح نزيد نسوي لها القاعده تاعها باش كيما نقولوا حنايا تجي قد قد. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله. وراح نخلط شويه بقطع بلاط في الجوطابل هذاك اللي عندي، شويه برك علاه باش راح نلصق به هذيك الكاس اللي خدمته. الكاس اللي خدمته راح نلصقه من تحت المغرف. شوفوا كيفاش درت القاعده تاعي هكذا. بعد ما لصقتها نزيد لها شويه بلاط من تحت باش يلصق مليح مليح، وتحصلت على الشكل الهندسي اللي راكم تشوفوا فيه. شوفوا اذا بغيتوا البارتي ولا الجزء الثاني قولوا لي بغينا الجزء الثاني باش نوريكم كيفاش خرجت هذا الشكل الهندسي نتاع هذه التحفه اللي خدمتها. اما لا ما تنساوش بجا ابوني. شوفوا معايا واش نخدم بالمغرف. راح نكملوا الجزء الثاني نتاع البارتي 2 اللي خدمنا فيه هذه التحفه الفنيه، وكامل تشوقتوا باش تشوفوا كيفاش كانت النتيجه. والفيديو تاعنا كيفاش بديناه من الاول، كيفاش حطينا المغرف تاعنا، كيفاش عوجناه، كيفاش خدمنا القله، وكيفاش جبنا الجير تاعنا ولا هذاك البلاط، وخدمنا القالب تاع الكاس. يعني كنت الفيديو كان مشوق لكم بزاف بزاف ونال اعلى مشاهده. يعني ما شاء الله ما شاء الله عليكم، وشكرا جزيلا على تتبعكم. وراح نوري لكم دوكا النتيجه نتاع هذا الفيديو كيفاش خدمت ولا كيفاش كملت البارتي 2 ولا البارتي الثاني ولا الجزء الثاني، كيفاش زينت هذا الديكور ولا التحفه الفنيه تاعنا بعد مده طويله باش كملت. هنا كانت القله باش كنت نقيها تكسرت لي شويه، ولكن عادي جدا. جبت اللصقه هنايا هذه اللصقه تاع الفشفاش، عفوا ماشي اللصقه يا ودي الاخرى، هذيك الصبيغه تاع الفشفاش الكحله هذيك. والمغرف كنت غطيتها بس بالنيلو ولا ساشيه، انا كنت درت لها ليغو على باش ما توسخش وتقعد لا كولور تاعها يعني برونز هكذا فضيه كما تشوفوا. انا كنت عندي بالي بلاني نصور وما كنتش نصور، ولكن كنت ندير في الورق الذهبي. على نقول لك كما شفتوا صبغتها كامل كحله، كنت ندير الورق الذهبي يعني نرش شويه بالبشباشه باش تلصق لي، وندير الورق الذهبي بين هذيك القله والصح اللي من تحت وتحت الملعقه كما راكم تشوفوا. شوفوا يعني الديكور خرج ما شاء الله. دوك انتم تحبوا تزينوا الطريقه هذه، تاخذوا بك الفكره وتزينوا كيما تبغوا. يعني شوفوا ديروا الافكار في الخيال يعني. شوفوا في كما نقول احنا في التحف الفنيه زينوا كما تبغوا. انا جبت هذيك الفركيه اللي يخدموا بها تاع الصنارات تاع السياده من البحر، لقيت عند الشبكه لقيتها مرميه، جبتها خليتها في الدار. هاي جات ساعتها باش نخدم بها، وشويه تاع كرافي تاع رمل كما راكم تشوفوا. هذه كوكياجه، شغل كوكياجه تاع شغل كانها صح تحطوا فيها كل شيء. وانا التحفه الفنيه تاعنا تقريب كملت. خزروا كيفاش جات شابه ما شاء الله. يعني عطونا في التعليقات حطونا لي اسك عجبتكم هذه التحفه الفنيه ولا ما عجبتكمش. في بلاصه نقول له واش درت شويه ورد هذاك اليابس كما راكم تشوفوا، ورد الفشوش. ديروا هنا واش تبغوا، ديروا واش عندكم ديروا. وراح ندير هنا كيف هذا ورد الفشوش الابيض، ديروا اي لون تاع ورود، زينوا باش تبغوا، ديروا ستيلاوات كراريس المهم ديروا واش حبيتوا داخل القله. ندير بالورد الاحمر يعني باش يكاسينا لا كولور فقط. حكمت شويه بالبيستولي. هنا ايضا ننصحكم تكون عندكم بيستولي كما هذا محطوط في الدار وخلوه، تحتاجوه في اي مهمه. هنا واش جبت الشمعه كما راكم تشوفوا، راح نقسمها يعني قطعه صغيره بقطع الشمعه باش تجيني اسفل من تحت هذيك الملعقه كما راكم تشوفوا ولا تحت المغرف. نهضروا بعد درجات على خير باش نفهموا بعضنا البعض. خلي اللي ما يحبش يفهم ما يفهمش، المهم احنا رانا فاهمين بعضنا في لغتنا في درجتنا في كلش في لهجتنا. يعني يلها العالي يعني كما يقولوا بالقبيليه الشكيث، يعني مليحه بزاف بزاف ما شاء الله. وهنا واش نديروا البخور. دوكا تكونوا عرفتوا واش هي هذه التحفه الفنيه. هذه مبخره، شلك الكوكياجه حطينا فيها البخور، ومن تحت نشعلوا الشمعه. والوقت اللي الشمعه تسخن على الملعقه المغرف تسخن مليح مليح، واش دير تولي تبخر. طلقناها في البخور، خدمنا مبخره باقل تسعيره
خدمنا مبخره باقل تسعيره. شوفوا كيفاش تبخر وتمشي في الدار وتبخري دارك وتعطريها. الله الله، واش رايكم في هذه التحفه الفنيه؟ الى عجبتكم التحفه الفنيه قولوا لي في التعليقات. ولا حبيتوا نزيد لكم تحف فنيه اخرى يعني غير بصوالح تاع الدار، يعني غير بالحاجه القديمه برك نعاودوا نحيوها ونخرجوا منها تحفه، ثاني تحطوا لنا في التعليقات راح نزيد لكم عده تحف فنيه وجوالات مع اسمر الجوال، ولا كما يقولوا سفاري اسمر. هكذا رحلت بكم لعالم ثاني مع البخور والجو ما شاء الله. تحياتي لكم كبيره كبيره، وشكرا جزيلا على تفاعلكم معي في هذا الفيديو، واللي فعلوا اللي اشتركوا معي في القناه واللي ابونوا معي انا كيف. شكرا جزيلا للجميع، تحياتي كبيره لكم من كبيركم لصغركم. شكرا شكرا شكرا، وان شاء الله تكون عجبتكم هذه المبخره تاعنا، وتهلاو فاتكم بزاف بزاف، وما تنسوناش بقلوبه والجماجم وتعليقاتكم وبارطاجكم لهذه التحفه الفنيه الرائعه، وقولوا لي واش رايكم فيها في التعليقات. سلام.